لا نستهل اطوار الندوه الصحفيه التي تعقب مباراه دفاع حسين الجديدي والوداد البيضاوي الرياضي برسم الجوله 17 من البطوله الاحترافيه. بدايه مع مدرب دفاع حسين الجديدي التونسي سعد الشابي وقراءتك للمباراه. اللي سي ان بون ماتش بريمير ميتون ربما تراك تاع برشا ملاعبيه اللي اول مره يلعبوا ماتش كبير كيف هذا. تسرحنا بعد انا زيرو تسرحنا بعد ما كلينا البونت تسرحنا دوزيام ميتون on a dominé le jeu عندنا 2 3 3 فرص جات دونك عملنا دوزيام ميتون كبير ما جاتناش الحظ. الشانس الوحيده اللي جات اليوم للوداد شتاع شانس نجم نقول لك ماركات. اما برافو الاولاد على الماتش اللي عملوه وان شاء الله شوي سيور الروندمون اللي عطيناه اليوم الناس كل شيء يحسبوا انه الدفاع الجديد عنده مستقبل باهي في الملاعبيه اللي لعبوا اليوم. بريمون انا فرحان بهم خاصه دوزيام ميتون. دوزيام ميتون انا في ان كرون دوزيام ميتون كونتر اون ايكيب اللي بريمون زاد اسم كبير في المغرب واسم كبير في افريقيا. اول سؤال سي احمد. اليوم واجهتي فريق عائد من المباراه بعد العياء غيابات. الاداء ديال الفريق ما كانش في نهار اليوم. شوف ان الفريق يعاني خلال المباريات المقبله خصوصا بعد مجموعه من اللاعبين خصوصا اللاعبين اللي تنقصهم تجربه. انت تقصد في الوداد؟ لا في فريق جديده. لا انت تقصد في الوداد فريق جاي. الوداد راهو الوداد والرجاء والجيش الملكي ونهضة بركان هذوما جمعيات مستانسين راهو يلعبوا واحد 4-1 ما همش الجمعيات اللي وقت يلعبوا مره احد واربعه يتعبوا. لا هذوما ناس مستانسين الناس عندهم 20 سنه هما يلعبوا احد 4-1 فهمتني. اللي يخمموا انه الجمعيات هذوما اللي كيف يجيو من الشامبيون ليج باش يجيو تعبين. لا عندهم 25 جوار 30 جوار عندهم الميم كاليتي. شفت اليوم الا شونجي 4 جوار. دونك الحاجه الباهيه اللي انا عجبتنا وعندنا احنا اليوم سيرتو دوزيام ميتون انا في ميتون كبير. اما كيما قلت لك راهو انا نعرف الجمعيات اللي يلعبوا الشامبيون ليج رانيت في المستير ورانيت في ليتوال ونعرف سي با ان بروبليم. عندك 25 ب 30 جوار يرتاحوا 4 يلعبوا 4 سامارش. اما هذوما راهم جمعيات حياتهم كامله يلعبوا. هذوما جمعيات تشوفهم انت توا الوداد والرجاء والترجي باش يلعبوا 9 ماتشات في 20 يوم. سي نورمال بالنسبه لهم هما. هذاك نتمناو احنا نهار الجديده توصل نهار تلعب احد 4-1. قاعدين نلعبوا انا ديما نقول راهو ما يلعبش احد 4-1 يعيش في الاماتور. ما فماش فرق بين تروازيام ديفيزيون يلعب احد وبين تلعب في الناسيونال تلعب احد كيف. دونك ان شاء الله يجيو نهار ويوليو يتفرجوا فينا نهار الاربعاء ونهار السبت ونهار الاربعاء تبدا عندك برشا خدمه. تفضل سي مقري. سي الشابي احنا الجميع كيعرف بان الوداد كيمر بواحد فتره فراغ. على يمكن القول بانك احترمت كثيرا الوداد خلال الجوله الاولى اللاعب في وسط الميدان ب5 لاعبين وبالتالي هما سجلوا الهدف رغم التغييرات اللي استدركت ربما الموقف الجوله الثانيه اللي كانوا اللعابه في المستوى. لا احنا كملنا بعداش بريمير ميتون كيف لعبنا كويس بعد انا زيرو بنفس الملاعبيه. هذوك الملاعبيه اللي اليوم انا نشوفهم عندهم مستقبل في جديد. قرناص زين الدين شيشان كريستيان. دونك فماش فرق. انا نقول لك هنا با شونجي لو سيستيم قاعدين نلعبوا 4-3-3 وعلى غالب كانت عندنا ولا 2 شونس. بريمير ميتون بعد انا زيرو فما شونس اللي جات ما لقات حتى واحد باش يمسها بالراس. دوزيام ميتون انا 2 3 شونس ما عرفناش كيفاش نستغلوهم. ابو خصيب السؤال ما قبل الاخير. سي الشابي اليوم الدفاع الحسني الجديد كينهزم الهزيمه الثانيه على التوالي وهذه فتره الاياب اللي كتكون فتره حاسمه وخصوصا ان فريق الدفاع الحسني الجديد عانى في الموسم الماضي. واش ما كتشوفش انه لما تم تصحيح الوضع ان التركيبه البشريه محدوده ما تمش فتره انتقالات انتداب اي لاعبين حين انه تم تسريح المهاجم الجمعه. اليوم كيفاش كتشوف فريق الدفاع الحسني الجديد بهذه التركيبه بالمنافسات الى ذلك وخاصه انه انهزم الهزيمه الثانيه وممكن انه يدخل فتره فراغ طويله ممكن انه تخليه في وسط الترتيب او اسفل الترتيب. انت وكيفاش تخسر؟ اذا كان تخسر الماتش خسرنا ماتش التوارقه 3 دقائق 4 دقائق سموه ديكسبيريونس. خسرنا اليوم ماتش انا زيرو ضد الوداد
ان فوت بعد. اما المشكله انه وقتاش نخاف وقت اللي ما نلعبوش بالكدا ونخسروا. اما الى حد الان قاعدين نلعبوا بالكدا وبقدرة ربي. وانا قلت لك انا سوي با لا باش الجمعه ما نسيبوش وقت اللي تبدا جايتنا فلوس جمعيات عندها اللي تيش. انا ديما نقول راهو ما طلعناش الملاعبيه صغار هذوما على خاطر عندنا اللي تيش. كان جانا ما سايبناش الملاعبيه الاخرين. احنا طلعنا ملاعبيه صغار خاطر ميزون دي كاليتي وشفتوهم اليوم. ان قرناص عنده الكاليتي داتر ان بور ليور. عندنا برشا ملاعبيه صغار اللي نجموا يلعبوا في ليكيب سينيور. نور شفتوه اليوم هذا ريال سنترال يقول عليه عنده 10 سنين يلعب في ليكيب سينيور. هذه حاجه مكسب للنادي. وانا سوي فيير اللي عندي جمعيه وليدات صغار 21 سنه 22 سنه مع الصغير عندنا احنا في البلدان نتاعنا. اما ان بون ايكيب جو سور اللي الثنيه نتاعنا باش تمشي ان شاء الله في الطريق الصحيح. اخر سؤال سي احمد الراشد. انا ما عنديش سؤال، ولكن مع الاسف انه الوليدات اليوم ما يستحقوش يخسروا. انه الوداد يعني كان فريق عادي. بغيت غير واحد التساؤل بالنسبه للطاهر. واش ما لاحظتيش انه هز الوزن ديالو، انه قبل يعني الطاهر قبل ما يصير ماشي هو طاهر من حيث الوزن؟ لا الوزن نتاعو هو نفسه. نحكي لك انا باش تدي لا فيريتي. احنا عندنا الملاعبيه كل 4 ايام ناخذوا لهم الجريس. قداش عندهم جريس؟ عندنا ملاعبيه يلزمهم تو عنده طاهر عنده اكثر من شهر ما لعبش. لعبناه الماتش الاخراني الماتش الكوب يمكن من 5 دقائق. وما بطبيعه الحال لازمنا نعرفوا الملاعبيه مش الوزن، ربما الجريس في البدن ولا اكثر من الميزان اللي عنده. احنا عندنا ديما قاعدين نراقبوا في الملاعبيه. راهو الملاعبيه مش حكايه الميزان يزيد، المفيد هو انه تكون عن الشحم هكا ولا الجريس ما يزيدش. هو ربما عنده 1 جرام ولا 2 جرام شحم لازم ينحيه. اما الماتش اللي لعبوا اليوم بعد مده يمكن شهر ونص ما لعبش. هو موجود كومبيتيسيون. ميرسي.